هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده بعنوان ماذا بعد نتيجة الثانوية العامة. انا عارفة ان بعد نتيجة الثانوية العامة الواحد بيبقى في صدمة، وبعدين دماغه بتبقى مش مترتبة، وبيبقى مش عارف بقى يبدأ منين ويعمل ايه. فانا كنت في نفس مكانكم في يوم من الايام، فان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان انا ارتب لكم افكاركم، وان شاء الله تستفيدوا من الفيديو والفيديو ده يحاول يساعدكم. انا عارفة ان بعض الناس شايفة ان الفترة دي اصعب فترة مرت عليهم، ومش عارفين الفترة دي ممكن تعدي ازاي، مش عارفين هيعملوا ايه، بيبقوا حاسين ان هما بيحلموا، او بص هو ده حلم وانا اكيد هصحى منه في يوم من الايام. بس انا جايه لكم من بعيد وبقول لكم ان الفتره دي هتعدي، وانتوا هتقعدوا تضحكوا على الايام دي بعدين، وهتحسوا ان انتوا كنتوا مكبرين الموضوع شويتين ثلاثه كده. هنا انا بكلم الناس اللي هي ما وصلتش للمجموع اللي هي كانت عاوزاه. انت قعدت مثلا اسبوع ولا اسبوعين وشايف ان انت مش عارف تعمل ايه، وشايف ان انت خلاص حياتك وقفت. انت استفدت ايه؟ يعني استفدت ايه بحزنك وبزعلك ده؟ هل هتغير حاجه؟ هل هتغير مثلا نتيجه الثانويه العامه؟ مش هتغير حاجه، العالم مش هيقف، مفيش اي حاجه هتتغير. فمن اللحظه دي خلاص بلاش تفكر في اللي فات، كل اللي فات خلاص هو تضييع للوقت مش اكتر. ابدا بقى رتب دماغك، ابدا رتب الرغبات بتاعتك بقى، ارمي كل حاجه في دماغك دلوقتي. احنا كده داخلين في مرحله جديده، عايزين بقى نبدا نرتب دماغنا، عايزين نشوف احنا هنعمل ايه، عايزين نشوف الكليات المناسبه لينا، عايزين نشوف الكليات اللي مجموعنا جايبها، وبعدين هنشوف الكليات اللي مجموعك جايبها على حسب تنسيق السنه اللي فاتت او توقعات السنه دي. لو لسه تنسيق السنه دي لسه منزلش، فاحنا هنعمل الكلام ده، يا هنشوف على تنسيق السنه اللي فاتت، يا هنشوف على توقعات السنه دي. يعني مثلا انت مجموعك على تنسيق السنه اللي فاتت جايب مثلا تربيه، تجاره، اداب، اعلام، بس مثلا اقاليم، على حسب بقى مجموعك. فانت تبدا ترتب على حسب اللي انت عايزه. شوف مثلا لو مثلا انت عايز تدخل تجارة، شوف انت جايب مثلا كام في الانجليش. لو جايب فوق ال40 تقدر تخش تجارة انجليزي، وعلى حسب بقى يعني برضو في الاداب في اقسام، في مثلا في تربية في اقسام. شوف بقى يعني انت حابب قسم ايه وابدأ خش فيه. وقبل ما تحط الرغبات بتاعتك فكر قبل ما تختار الكلية، شوف انت هتنفع في المجال ده ولا لا. يعني حط نفسك في المجال ده. لو انت مثلا هتدخل كلية علاج طبيعي، هل هتقدر ان انت تستحمل ضغط الشغل وشفتات متأخر؟ هتقدر تستحمل تشوف ناس عيانة طول الوقت؟ وكمان تشوف هل الشغلانة دي في وقتنا الحالي بتجيب فلوس كويسة ولا لا. فطبعا قبل ما تختار الكلية فكر في كل حاجة. عايزة اقول لكل الطلاب اللي هي ما جابتش المجموع اللي هي عاوزاه، او ما وصلتش للكلية اللي هي كان نفسها فيها، عايزة اقول لكم والله ان الثانوية العامة مش نهاية الحياة، مش نهاية العالم. الثانوية العامة بداية جديدة وبداية طريق جديد. يعني صدقوني الثانوية العامة دي لما تكبروا شوية هتعرفوا ان هي يعني اكبر اكذوبة. ان الثانوية العامة دي يعني ولا اي حاجة حقيقي، ولا حتى ان انت جبت مثلا 70 ولا 80 ولا 60، ملهوش علاقة خالص بأي حاجة، ملهوش علاقة بمقياس نجاحك او فشلك، ملهوش علاقة بنت غبي ولا شاطر. بالنسبة بقى للولاد او البنات اللي هم ما وصلوش للكلية اللي هم عاوزينها، او ما وصلوش للرقم اللي هم عاوزينه، خلينا بقى نبدأ صفحة جديدة. كل الزعل او كل العياط بقى اللي هتقعدوا تعيطوا ملهوش اي 60 لازمه غير ان هو تضييع للوقت. عايزه اقول لكم والله ان ترتيبات ربنا كلها حلوه. يعني مثلا لو واحد زعلان ان هو ما جابش المجموع اللي هو عايزه، قاعد بقى زعلان وبيعيط، انت ما تعرفش، يمكن ده خير ليك، يمكن ربنا عارف ان انت مثلا لو اديك المجموع ده ودخلت الكليه دي هتسقط فيها مثلا، فخليك عارف والله ان ده خير ليك. فهو شايف ان الكليه دي او الرقم، لو انت جبت الرقم ده ودخلت الكليه دي هيبقى ده شر ليك، فعشان كده زايح خالص عن طريقك الكليه دي، وشايف ان الكليه دي خير ليك، وشايف ان انت لو دخلت المجال ده انت فعلا هتنجح فيه وهتحقق نفسك فيه، غير لو كنت دخلت مثلا المجال التاني. عايزه اقول لكم ان نتيجه الثانويه العامه حقيقي مش مقياس لنجاحك او فشلك. المجموع او الرقم اللي انت بتجيبه مش مستقبلك. المجموع اللي انت جبته محددش ولا قدراتك ولا مهاراتك، ولا حدد انت شاطر في ايه بالظبط. يعني انت ممكن تجيب مثلا 70% وتبقى مصمم شاطر جدا، وواحد تاني يجيب 99% ويبقى مصمم فاشل جدا، ولا هينفع في حياته ولا هيعرف يعمل ايه. فبجد رقم الثانوية العامة ده مش مقياس لأي حاجة خالص. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ اول حاجة انت تعملها زي ما قلت لكم
لكم في اول الفيديو ترتب حسب مجموعك الكليات بتاعتك، تشوف انت عايز ايه وتدخل في المجال ده، بس في المجال اللي انت بتحبه، شايف ان انت هتنجح فيه، شايف ان انت هتمشي فيه. يعني مثلا ما يجيش واحد ما بيحبش الحسابات خالص ولا شاطر فيها ولا بتدخل دماغه اصلا الحسابات دي ويروح مثلا داخل تجاره انجليزي ولا داخل تجاره عربي، ما هو ده برضو مش صح. يعني انت تدخل المجال اللي انت شايف ان انت هتمشي فيه حتى لو انت مش حابه، بس انا شايف مثلا ان انا لو دخلت كده ماشي انا ممكن امشي فيه. فالمفروض تحدد المجال اللي انت بتحبه، شايف ان انت شاطر فيه، وتبدأ تميز نفسك فيه، تبدأ بقى تاخد كورسات، تشتغل على نفسك، تحاول تميز نفسك فيه بأي شكل بقى، او حاول تنمي نفسك فيه، حاول اتميز عن غيرك فيه. هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص، هتلاقي نفسك ان انت بتقبض اكتر من الدكتور والمهندس. لازم نفهم ان الطب والهندسة العالم ما بيقفش عليهم، في مجالات كتير جدا جدا لو العالم بطل يدرسهم او بطل يشتغل فيهم العالم حرفيا هيقع. فانت لازم تفهم ده عشان تقدر تتقدم بعد الثانوية العامة وتبدأ تشوف فعلا مستقبلك لو لا قدر الله ما جبتش المجموع اللي انت عاوزه. لازم تفهم وتستوعب ان مجموع الثانويه العامه ده ولا بيحدد انت شاطر ولا فاشل، ما بيحددش انت ذكي ولا غبي، ما بيحددش انت موهوب ولا غير موهوب، ملهوش اي علاقه بيك خالص ولا بمهاراتك. الموضوع كله للاسف نظام تعليمي كلنا نتمنى طبعا انه يتغير، لانه بسببه يعني اجيال كتير قوي خسرت الثقه بنفسها، فقدت الثقه في قدراتها، وسبب عقد نقص لشباب واجيال كتير جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا اتفرجت على فيديو كان على اليوتيوب واحد يعني في بلاد بره، يعني بيكلم طلاب الثانويه العامه، بيقول لهم انتوا بتحددوا على ايه ان انتوا تخشوا طب او هندسه، بتحددوا على ايه ان انت مثلا تخش الكليه اللي انت بتحبها. يعني هناك في بلاد بره، يعني مصر بس هي اللي فيها النظام ده، اللي هو انت لو جبت المجموع ده يبقى الكليه دي اللي تناسبك. يعني مفيش الكلام ده في بلاد بره خالص. الفيديو كان بيستضيف ناس يعني بيوقفهم في الشارع ويسالوا شوف هو حابب كلية ايه، شايف ان هو يعني مهاراته هتبدع في كلية ايه. يعني هو مثلا شايف ان هو هيبدع في كلية الهندسة مثلا، فيبدأ يقدم في كلية الهندسة. فطبعا كل الكليات بتعمل زي تيست او اختبار لقدراته، بتشوف الاول هو هينفع فعلا ان هو يدخل الكلية دي ولا لا. كل الكليات ماشيين بالنظام ده، ان شايف نفسك شاطر في ايه، شايف نفسك انت هتبدع في ايه، شايف نفسك انت متميز في ايه، ويبدأ بقى يقدم على الكلية اللي هو شايف نفسه فيها، ويبدأ يعملوا له زي امتحان او تيست كده. فاذا كان نجح في الامتحان فهو ده خلاص، هو كده قدراته وامكانياته مؤهلة ان هو يخش الكلية دي. لكن النظام بتاع مصر اللي احنا فيه ده يعني حسبي الله ونعم الوكيل فعلا. الرسالة دي انا بوجهها اهالي الطلاب بتاعة الثانوية العامة. انا عارفة ان كل ام وكل اب بيبقوا منتظرين من ابنهم ان هم يعني يحققوا حاجة معينة، يبقوا بقى من زمان نفسهم يشوفوا ان ابني ده يبقى دكتور ولا مهندس ولا انا عايزة اقول لكم بس في البداية ان الثانوية العامة دي سنة صعبة جدا بجد، مش سهلة خالص. يعني سنة كلها ضغط نفسي وضغط عصبي. انا عارفة كمان ان الضغط ده بيبقى على الام والاب، بس طبعا على الطالب بيبقى اكتر، لان هو يعني بيبقى حاطط كل همه في المذاكره، فبجد هو بيعمل كل اللي عليه. فارجوكم بلاش الكلام السلبي للطالب، يا ريت ما تحبطوش وتقعدوا تقولوا له انت فاشل، انت ما عملتش اللي عليك، انت لو كنت ذاكرت بس شويه كمان كنت جبت المجموع ده. يعني خلاص هي دي امكانياته، هي دي قدراته، هو عمل كل اللي قدر عليه. بعد ما نتيجه الثانويه العامه تظهر، انا عارفه انتوا هتبقوا زعلانين، بس حاولوا تهونوا على الطالب. بعد نتيجه الثانويه العامه انا عارفه انه بيبقى فيه اضطراب في البيت كله بالنسبه للام والاب والابن، بس الاضطراب بيبقى اكبر للابن، وبيبقى بسبب نظرات الام والاب ليه ان هو محققش املهم. ده غير بقى ان طبعا لوم الاهل ليه، اسلوب مامته، نظرات مامته وبابا ليه، نظراته على طول ان هو فاشل. يا ريت محدش يقارنه بحد من زمايله او بصحابه، دي بتبقى قدرات على حسب كل طالب وقدراته. هو مش قصده ان هو يجيب المجموع ده، هو ذاكر وعمل اللي عليه ودخل وامتحن وعمل كل حاجه، لكن النتيجه دي بقى خلاص كده بتاعت ربنا. يا ريت نبطل بقى نجلد في ولادنا، يا ريت نبطل لومنا الزايد او ضغطنا في الكلام، او انت فاشل، انت ما عملتش اللي عليك. هو انت فاكر اصلا انت هتنفع في حاجه؟ انت هتدخل كليه وهتفشل برضه. كل الكلام ده ملهوش اي لازمه في الوقت ده. خلاص النتيجه طلعت، ننبسط بقى خلاص، كل اللي عدى ما بقاش بتاعنا. وهنا انا هقول تجربه الثانويه العامه بتاعتي. انا كنت دفعه 2018، مش من بعيد قوي يعني. انا كنت جايبه 81%. كان التنسيق
في 2018 كان التنسيق عالي جدا. ده غير ان انا طبعا كنت بذاكر مذاكره مش قادره اقول لكم بصراحه كنت بذاكر قد ايه. انا كنت بنام على الكتاب بس يعني. الحمد لله يعني الحمد لله. بعد كده اكتشفت الحمد لله ان ده خير ليا. المجموع ده يعني هو اللي وصلني للكليه دي، ومن الكليه دي اللي وصلتني للشغل ده. فيعني الحمد لله انتوا بعدين هتحمدوا ربنا حقيقي على ترتيبات ربنا كلها. طبعا وقت ظهور نتيجه الثانويه العامه كانت اختي هي اللي جابتها لي. اول طبعا لما شفت النتيجه انا قعدت اقول لا اكيد دي مش نتيجتي، اكيد هم اتلخبطوا. ما كنتش طبعا مصدقه ولا كانوا اهلي طبعا مصدقين. مش هكذب عليكم انا قعدت اسبوع كده فضلت في مرحله اكتئاب مستمره، مش عارفه انا هعمل ايه. انا اصلا كنت محدده ان انا هخش، يعني كانت رغباتي من وانا في الثانويه العامه ان انا مثلا ايه هخش اعلام. يعني كان حلم حياتي ان انا اخش اعلام بصراحه، وبعدين مثلا سياسه واقتصاد، مش عارفه ايه مش عارفه. لما جبت طبعا المجموع ده كل حاجه احلامي كلها يعتبر اتهدت. المفروض احط احلام جديده بس ما كنتش لاقي حد ينصحني في الوقت ده ان خلاص يعني خلاص عدي وابدأي بقى شوفي حياتك، وابدأي شوفي مستقبلك، ابدأي بقى شوفي الكليات اللي انتي مجموعك جايبها، ابدأي شوفي الرغبات بتاعتك، ابدأي شوفي التوقعات بتاعت السنة اللي فاتت. وبعدين بعد طبعا لما نزل التنسيق كان التنسيقات كانت عالية جدا جدا جدا. يعني كان اللي جاب 80% ده كان بالنسبة له بصوا فاشل، فاشل جدا. فأنا طبعا اخترت ان انا اختار تجارة. كنت حاسة ده ان انا هلاقي نفسي فيه، هعرف همشي فيه. يعني انا مش حابة الكلية اكيد انا كان نفسي اخش كلية تانية، بس الحمد لله انا شايفه ان انا همشي في الكليه دي. فلما طبعا عرفت ان في قسمين، قسم عربي وقسم انجليزي، فبدات اشوف ايه الشروط بتاعه الانجليزي عشان اخش فيها. فالحمد لله اللي ساعدني ان انا اخش فيها ان انا كنت جايبه درجه عاليه في الانجليش. والحمد لله بعد ما اتخرجت الحمد لله بتقدير كويس. يعني كأن بقى ربنا بيعوضني. اتخرجت بتقدير كويس، بعديها بشهر واحد الحمد لله اتوظفت في شركه كنت محاسب عام فيها. من تجربتي انا بس عايزه اوصل لكم ان والله ترتيبات ربنا كلها حلوه. قدامكم مثل اهو ما جابش النتيجه اللي هو عايزها وما جابش المجموع اللي هو عايزها، وبعدين بدات بقى ابواب تتفتح. انت لو رضيت قلت الحمد لله ورضيت هتلاقي ابواب كتير قوي بتتفتح. ونصيحه صغيره انا كان نفسي حد يقولها لي قبل ما تخش اي كليه. يعني انت مثلا دخلت تجاره، دخلت اداب، دخلت تربيه، دخلت اي حاجه، لازم تاخد كورس انجليش. بما اني نزلت سوق العمل واشتغلت هنا، اشتغلت في حاجات كتير، اكيد هعمل لكم فيديو عن مسيرتي المهنيه اكيد. بما اني نزلت سوق العمل وقعدت في انترفيوهات كتير، وعايزه اقول لكم ان كورس الانجليزي مهم جدا. ده غير اصلا ان كل اللي معاهم لغه سواء بقى انجليزي، ايطالي، بريطاني، فرنساوي، اي لغه عايزه اقول لك هتنقلك في حته تانية. انت لو معاك لغه مستقبلك باهر. انا بقول لك اهو واحده لفت في سوق العمل معاك لغه وانت كويس فيها في السبيكينج رايتنج. في نهايه الفيديو عايزه اقول لكم تاني الثانويه العامه مش نهايه العالم. الثانويه العامه بدايه طريق جديد. انت هتتفاجئ بعد كده من ترتيبات ربنا. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. اي حد عنده استفسار بخصوص اللي قلته يكتب لي في الكومنتات وانا برد على كل الكومنتات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى فعلا تكونوا استفدتوا من الفيديو. اتمنى بقى خلاص بقى توقفوا عياط، توقفوا زعل، نبدا بقى حياه جديده، هنبدا طريق جديد. هستنى منكم لايك وكومنتات كتير حلوه. يلا باي باي.